اللهم صل على النبي. جهزوا القهوة ويلا بينا. بيض، سكر، فانيلا، زيت، قشطة، ونخلطهم. حليب محموس، نضيف بيكنج باودر ونخلط. لو حسيت القوام ثقيل نضيف شوية حليب. نصب نص الخليط وعلى الفرن من تحت والصينية في الوسط. نسوي الصوص، قشطة، جبن كريمي، حليب مكثف محلى، ونخلطهم. بعد ما طلعناها من الفرن نصب الصوص ونحط الصينية في الفرن من فوق اللي تتماسك طبقة التشيز. باقي كمية الخليط حطيته في كيس حلواني عشان يسهل التوزيع، وعلى الفرن من فوق والصينية في الوسط. خليت شوية من كريمة التشيز راح ازين فيها الوجه، وعلى الثلاجة لين يبرد. هذه شكلها بعد ما بردت. نقول بسم الله. يا جماعة اللي قدامي مو قادر يقاوم. تعال خذ. هذه لقمة، هذه حلا قديم بس يبقى من ألذ الحلويات، لازم تجربوه وبالعافية.